هعمل لكم النهاردة القشطوطة بس صغنطوطة قوي كده، سادة أو بالرز بلبن. الرز بلبن هنعمل ربع كوباية من الرز المصري مع نص كيلو من الحليب، ومعانا فانيليا وسكر وقشطة وكريم شانتيه، وهنحتاج كمان نشا الذرة ده. أول حاجة هنغسل الرز بتاعنا وهنحطه على النار مع كوباية من المية ورشة ملح، نسيبه لغاية أما يستوي خالص ويدوب، وبعد كده ننزل باللبن على طول. انا هنا زودت ميه عشان خاطر انا بحبه خفيف شويه. لو انتي بتحبيه تقيل هتسيبيه زي ما هو كده بكوبايه الميه بس لغايه اما يستوي وتحطي اللبن. اخدت جزء من اللبن حوالي نص كوبايه، والباقي هنزل بيه في الحله. هناخد بقى معلقه كبيره مليانه من الكريم شانتيه ومعاها معلقه ونص من اللبن البودر، وهنحط القشطه بتاعتنا ونقلبهم كويس مع بعض وندوبهم باللبن لغاية ما يبقى كريمي قوي كده. هنضيف السكر على الرز كده ونقلبه، وبعد كده هنضيف بقى الخليط اللي احنا عملناه الكريمي الحلو ده. بعد ما يدوب هنعمل بقى النشا، معلقة كبيرة كده من النشا وهنحطها مع اللبن اللي اتبقى معانا ونقلبهم مع بعض كويس. نضيفهم بعد كده للبن ونقلب كويس لغاية ما يبقى فيه قوام معانا متماسك شوية. بعد كده هنضيف بقى كيس من الفانيليا، هيدي ريحة حلوة جدا. هنسيبها بقى تهدى شوية وبعد كده نحطه في الأطباق ونسيبها تبرد، وبعد كده نبدأ نشتغل في القشطوطة. حابة أوريكم الرز بلبن بعد ما طلع من التلاجة، جميل جدا وقوامه حلو جدا بالنسبة لي. طبعا زي ما قلتلك خفيف أو تقيل انت تقدري تتحكمي فيه. هنعمل بقى طبقة الكيك، بيبقى طبقة كيك سبونج. تقدري تعملي البيتي، انا عملته قبل كده في المسخسخه او كيكه التريليتشا. انا عملت النهارده السبونج الجاهز. اخدت ربع كيلو من دي السبونج، معاه 3 بيضات، معاه معلقه من الفانيليا، معلقه من الخل، ربع كوبايه من الميه، معلقه صغيره من محسن الجل. في العجان او بالمضرب الكهربائي لازم سرعه عاليه لغايه ما يدينا القوام الحلو ده بعد 10 دقايق من الضرب. عندي الصينيه بتاعتي مبطناها بورق الزبده ودهناها كمان زيت. هنزل بالخليط. انا استخدمت الصينيه مقاس 30 ومقاس 26 عشان انا عملت خليطين. تقدري تحطي كمان في مقاس 24. خرج منها الهواء كويس جدا. تدخل الفرن لمده نص ساعه على درجه حراره 200. ما بنفتحش عليها خالص بعد قبل النص ساعه، في رف اوسط طبعا. وبخرجها بختبرها لو تمام خلاص كده، بخرجها واخليها تتهوى على شبكه التهويه بتاعتي، وبعد كده بشيل منها ورق الزبده. بعد ما بتهدى بشيل منها الطبقه اللي هي الوش دي عشان غالبا بتبقى مش لذيذة. يعني هعمل الخليط اللي هسقي بيه الكيك بتاعي. الكيك بتاعي بيبقى مليان لبن، فهحط لبن بودرة، معلقتين ومعلقتين من السكر ومعلقتين من القشطة، العلب او وش اللبن، وهنحط كمان لبن او مية دي على حسب المتواجد عندك. هناخد كوباية، هنقلبهم كويس ونبدأ نسقي بيها الكيك، وهساوي الأطراف بتاعة الكيك عشان تبقى متساوية معايا، واحطها في التلاجة شوية. وبعد كده نعمل الكريمة بتاعتنا الغنية جدا. كوباية من اللبن الساقع المتلج، ومعانا كمان لبن بودرة معلقتين، وهنضيف السكر على حسب الرغبة. انا ضفت تلت كوباية. هنضربهم كويس لغاية ما السكر يدوب، وبعد كده هنضيف الكريم شانتيه او الكريمة اللباني المتواجد عندك. في كريمة لباني بودر بتبقى حلوة جدا، لو مفيش يبقى هنستخدم الكريم شانتيه. هنحتاج كوباية كبيرة من الكريم شانتيه. هنضربهم كويس جدا مع بعض لغاية ما القوام بتاعنا يتقل كده. يفضل ما تضيفيش كمية اللبن كتير للكريمة، خليها حبة صغيرين وبعد كده تضيفي بالتدريج علشان خاطر بتفرق من نوع لنوع كريمة. حطينا الكريمة في كيس حلواني وهنبدأ بقى ان احنا نحطها على الكيك كده ونسويها كويس، وهنقطعها بقى على حسب الرغبة. طبعا احنا في البيت بقى نعمل زي ما احنا حابين. هنعمل الترند القشطوطة، بس هنعملها بقى بطريقة بيتي شوية. اكيد عندنا اطفال والاطفال مش بياكلوا كتير قوي، فهنعمل بقى احنا لينا الحجم بتاع القشطوطة العادي، ونعمل لهم هما بقى ايه قشطوطة بس صغنطوطة كده على قدهم. قطعت الكيك الحجم الكبير، حطيته على الرز بلبن وزينت بالمانجا بالشكل الحلو ده كده. على فكرة كان طعمها حلو جدا، واكتر حاجة عجبتني هي اللي بالمانجا. اعمل بقى اللي هي من غير رز بلبن، قطعتها قطع كده على حسب الرغبة طبعا. وهنبدأ بقى نعمل لها تزيين بسيط كده بالكريمة. تقدري بقى تزيني بأي حاجة تحبيها، مكسرات أو فاكهة زي ما تحبي. أنا ضفت هنا لوز مقطعاه أنصاص كده. ممكن كمان تعملي واحدة فستق بقى، واحدة بندق، على حسب ما تحبي. اللي هي باللوز بتبقى حلوة جدا مع الكراميل أو مربى الحليب لو حطيتي الصوص يعني كده.
واللي هي بالفستق ممكن تحطي صوص فستق عليها، بتدي برضو شكل حلو جدا. تقدري تعملي بقى اي حاجة انت حباها. لو هتعمليها فاكهة هتبقى حلوة جدا جدا بجد ومفيدة جدا. لو عملتي بالبندق ممكن تحطي صوص شوكولاتة، بيبقى حلو ولايق معاها جدا. افكار كتير جدا بتقدري تعمليها بكل سهولة، بجد سهلة وبسيطة وجميلة جدا في الطعم تحفة. ياريت تجربيها وتقولي رأيك فيها. اتمنى لو الفيديو عجبكم ان انتوا تدعموني باللايك والشير والتعليق الحلو منكم عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين. وياريت تعملوا اشتراك في قناتي على اليوتيوب وصفة هدير سعد. يلا جربيها بقى وان شاء الله مش هتندمي ابدا. شكرا جدا ليكم ولمتابعتكم ليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.